طول الوقت الفيلم عمال يبعت رسائل من نوعية إن الحلم أهم من أي حاجة تاني، وإن الفرصة لازم نستغلها، وحطنا مع ميجيل في صراع الهوية علشان نحلم بتحقيق أحلامنا بغض النظر عن أي صعوبات بتواجهنا. ولكن هنا هو وقف وورانا مفترق طرق، طريقين للنجاح، طريقة إرنستو وطريقة هيكتور. إرنستو هو نموذج للشخصية الأنانية النرجسية، الشخصية اللي عايز يحقق حلمه بدون أي اعتبارات أو مبادئ. هو عايز المجد والشهرة، وفي الطريق ده ما عندوش أي مانع يقتل علشان يحقق حلمه. شايف الكل بما فيهم أقرب الناس ليه عبارة عن وسائل لتحقيق حلمه. ده كمان اعتبر الفن نفسه وسيلة للشهرة مش حباً فيه. فمش غريبة إنه يضحي بأقرب أصدقائه علشان حس بتهديد ناحية تحقيق حلمه. على الناحية التانية طريق هيكتور، اللي بيحاول يضحي علشان حلمه، لكن بيقرر إن في حاجات تاني مهمة ويمكن كمان أهم منه. هو عايز المجد ومش عايز يتنسي، وده كان هيكمل معاه كمان بعد موته، ولكن مش بس عن طريق فنه وحلمه، لكن في الأول عن طريق عيلته وبنته اللي للأسف ما قدرش يرجع لهم وملحقش يودعهم. هنا بيتحط ميجيل في مفترق الطرق ده زينا.